يتكلم هو شخصيا ب36 لغة وتاقنها تماما، من بينها لغاتنا احنا، لهجاتنا احنا الوطنية، الحسانية، قلارية، غربية، سلوكية تماما. السلام عليكم ورحمة الله. أنا الفنان مراد ولد سيد أحمد ولد سيدي ولد أحمد زيدان. أنحدر من أسرتان فنيتان معروفات في المجال الفني الموسيقي والتراث الفني الموريتاني، أسرة أهل سيد أحمد لاوليل وأسرة أهل أبا. ودرست الفن الموسيقي على يد والدي سيد أحمد ولد أحمد زيدان منذ الصغر، الساعة عندي 12 سنة تقريبا. تعلمت عليه التيدينيت الموريتانية التقليدية بأصولها الأساسية وجوانبها الثلاثة المركزة، الجنبة البيضاء والجنبة الكحلة والجنبة القنيدية، اللي كل واحدة منهم تتضمن 5 مقامات أساسية، وكل واحدة تمتاز بمجموع الأشوار اللي فيها والمقطوعات الموسيقية اللي كلهم تشهد على واقعة تاريخية حقيقية ونافذة وافية عن الكلام، بما يدل على أن التيدينيت الموسيقية التيدينيت الموريتانية هي عبارة عن ذاكرة ثقافية للتراث الموسيقي والتراث الاجتماعي الموريتاني. وركزت على ذاك تعلمته من جوانبه الأساسية وقواعده ثابتة وسجلته عندي للمراجعة. يا غير أنا بدأت ننتهى مسيرتي الفنية الخاصة بي، اخترت عني نضيف إضافة على ذاك، وهي على أني نحاول الكشف ما بين العلاقات الموسيقية بين الموسيقى الموريتانية والموسيقى الدولية، وركزت على الكشف عن طريق المقامات والإيقاعات والأشكال والتحويلات وما إليه. ودرست عن مختلف مقامات موسيقية دولية من بينها الموسيقى العربية اللي عقبت وصلت لقرابة 95 مقام موسيقي من أصل 8. ودرست عن الموسيقى الهندية اللي حالا واصلة ل 356 مقام موسيقي بالضبط، من بينها المقامات الأساسية والمقامات الفرعية. وأيضا الموسيقى الغربية اللي حالا متوقفة على 12 مقام أساسي يسموها مفاتيح. ونحن الموريتانيين عندنا 5 مقامات بالنسبة للموسيقى الحسانية، فيها 5 مقامات أساسية، وبالنسبة للموسيقى القلارية يضيفوا علينا مقام خامس موجود عند العرب يقولوا له مقام بياتي، وموجود عند الهند يقولوا له رقا سوهي، وهو موجود عندهم هم أيضا، مما يضيف تنوع إضافي على مقاماتنا ويجعلهم 6. أنا نحسبهم 6 ما هي 5. به اللي الموسيقى الموريتانية حد قالها عينوا على موريتان كاملة وعينوا على المقامات كاملة والأشكال كاملة، وذا كان يمثلنا ويعنينا. بالنسبة للمشاركات الفنية فمسابقات معروفة، أول مسابقة شاركت فيها هم في موريتانيا 2011 كانت تسمى مسابقة موري ستار، يعني النجم الموريتاني، وكانت تهتم حول الكشف ما بين الموسيقى الموريتانية والدولية، وين الآلات التقليدية اللي قد تستخدم على نظام جديد. وقبلت التيدينيت وشاركت فيها بأغنية هندية معروفة لفنان هندي شهير قال له هيميش ريشاميا روك ستار، واستخدمت أغنية له شهيرة قالها مانكا راديو، واقعة في مقام موسيقي مشترك معنا احنا، هم يسموه رقا أدانا ونحن نسموه مقام كر. الفرق لا في التسمية، بينما المقام يحمل نفس الوحدات الخماسية في التصاعد والتنازل. واستخدمت معها التيدينيت بطريقتين، واحدة على أني اعتبرتها آلة هندية وعزفتها بالطريقة والنظام الهندي والحس الهندي، وضفت له أجوبة نعتبر عنهم مكملين للأغنية وللحن اللي شاركت به. وثانيا الفراغات اللي موجودة في الأغنية مليتهم بالمقطوعات الحسانية لإثبات اشتراك المقامين ما بينهم، اشتراك إحساس المقامين، وعلى أن السامع ما له يشكل عنده أي نشاز صوتي نهائيا. وفزت بالجائزة الأولى الساعة على ذاك الأساس. بعد ذاك بفترة شاركت في مسابقة أخرى في الولايات المتحدة الأمريكية 2013، كانت فم 134 متسابق من أصل 50 دولة مشاركة من مختلف بقاع العالم، وأنا الوحيد اللي جيت من موريتانيا وجايب التيدينيت وذات الأوتار ال5، رغم أني فهم مختلف آلات دولية فيه اللي ما قد سمعت فيه واللي ما قد شفته ومشاركين ياسرين، لكن بفضل الله تعالى على أني فزت بالجائزة الأولى، إلين استطعت أن نمزج التيدينيت التقليدية مع الأغاني الأمريكية والأغاني الهندية أمام لجنة التحكيم. بعد ذاك فزت بالجائزة الأولى وجيت هون وعدلوا لي تكريم بالنسبة لوزارة الثقافة، وعدلت عدة مقابلات على القنوات، قناة الموريتانية وغيرهم وقناة الساحل على ذاك الأساس، والحمد لله. بعد ذاك بفترة شاركت في مهرجان في سنغال في دكار قالوا في الذكر، يعني في الذكر، مهرجان مخصص للمدائح النبوية، وقبلت لحن عدلته كلمات كاتبهم لزميل عندي شاعر قال له شيخ الكبير والسيدي، كتب لي كلمات مديحية جميلة جدا ومعبرة عن اللي كنت أنا عين عليها بالضبط ومتماشية مع اللحن اللي ندور.
وتبارك مع رتب عليها لحن جديد بسياق جديد في مقام دولي. عند العرب يقولوا له مقام حجازي، موجود نفسه عند الهند ينقال له راقة يمن. وغنيت لهم بها الوقت بشكل مباشر. الموسيقى طبعا مسجلة، هي غير الأداء الصوتي مباشر، لأن ما كانت عندنا فرقة لا ترافقني بالآلات اللي كنت مصور عنها مع اللحن. والحمد لله فزت بجائزة فيه، وجائزة الأولى أنا والزميل كان معايا شيخنا بكاري رحمة الله عليه. بالنسبة لمشاركتي في سنغال نعطيك نبذة شوي لازمة الأغنية. هو سيد السادات حين تعدهم بغدوهم في الدرب والآصال. هو من إذا القلب لاذ بذكره تتقطع الأوصال. الأوصال من أوصالي. وبقيت فم سنغال وعطيت فم سنتين نشتغل فم في جراند تياتر في مجالات أخرى من اهتمامات أخرى هي عندي أنا لينا عقب نعرج عليها. عقب ذاك جيت هون موريتان وشاركت في مسابقة رئيس الجمهورية للفنون الجميلة 2023 وفزت بالجائزة الأولى وسلمها لي هو شخصيا. قيمتها المادية 3 ملايين أو قيمتها المعنوية باقية ولا تفرق. والحمد لله فزت بذيك الجائزة على أساس الأغنية اللي انتجت، اللي تبدأ من المقام الأول كر إلى المقام الأخير لبتيت. أغنية هدفي منها هو التعريف بالمقامات الموسيقية الموريتانية ال5، وبدأت من مقام كر وانتقلت إلى فاقو وقاست الكحال وقاست البياض وانتهت عند مقام لبتيت. وكل مقام غنيت فيه نتكلم عن خصائص المقام في الكلمات اللي نغني بها. هذا المقام يستخدم كان لاش، وهل وحداته خماسية ولا سباعية، وهل هو متفق تصاعديا تنازليا. وكان يستخدم أصلا بداية انتشاء الموروث الموسيقي الموريتاني كان يستخدم لاش. طيب فيما يخص الاهتمامات، عندي عدة اهتمامات أخرى خارج مجال الفن، والله زاد تنتماله من جهة منها تصميم المواقع الإلكترونية وصناعة التطبيقات، وتعلمت كل الأشياء وقريت عن نظام الجافا، قريت شوي عن HTTP، وقريت عن البرمجة. ركزت على المواضيع اللي هذا يخدمني في مجالي اللي هي قد ننشأ منصة اللي تنفعني في توجيه رسالتي بصفة عود احترافية شوي، يخدمني في مجالي. وحتى قريت البرامج اللي تتعلق بإنتاج الموسيقى والميكساج والماسترينج وإنتاج الموسيقى الإلكترونية من دون أن تستخدم آلات حية، تستخدم الآلات الإلكترونية وتعود كأن المعزوفات اللي مطروحة أمامك كأنها معزوفة بشكل فعلي، بشكل حي. وهذا قريته من الليل وقت طويل، من 2004 تقريبا إلى درك مستقع. لا نزيد العلم قاع مع له حدود ولا يوفى. يظل المرء عالما ما طلب العلم، فإذا ظن أنه قد علم فقد جهل. أنا عني لا ما زلت نقرأ، يلتقى يتملى دائما حاسن لا ما زال يتعلم مهما الحق من مستوى المعرفة في مجال معين. العلم لا ما له حصر ما ينتهى. يا غير هذا المجال ركزت عليه أساسا به اللي قد يخدمني في المجال اللي نسعى فيه. خالص جانب ثاني ركزت مولي عليه حتى به اللي أولا نعتبر على أنه واجبي كإنسان وواجبي كمسلم على أن نعود نعرف ديني معناه الصحيح وبمقاصده السليمة. وقريت القرآن الكريم وكسا عند والدي حفظني كسا 15 حزب، وعاقبه حفظت أنا ورا ذاك 15 حزب من اللي الأدرك عادة 30 حزب. وركزت على دراسة تفسير القرآن الكريم بمعانيه الصحيحة والدقيقة، واكتشفت على أنه له أكثر من 40 شكل من أنواع التفسير، 40 شكل من أنواع التفسير، وهي اللي مركز عليها حالا كان إنك ضمنها ننهل منها اللي قديت من شي يساعدني على فهم النصوص بمعناها الدقيق من دون هذا التشويش اللي عاد خارج فيها. أيضا من بين اهتماماتي أيضا اللي مهمة عندي حتى هو تعلم اللغات. مهمة عندي حتى تعلم اللغات حيثما كانت وفي أي وقت وتاحت لي الفرصة. دائما نجبر أي رجاج مع موريتاني نحاول نتعلم من عنده لغته. قد تعرفت على صاحب لي قال له ميكا ماركوس الهونين، واحد من فنلند هون في موريتانيا من 2005 ويقري لينغويستكس في جامعة نواكشوط. يتكلم هو شخصيا ب36 لغة
وتاقنها تماما من بينها لغاتنا احنا، لهجاتنا احنا الوطنية، الحسانية، بولارية، غولفية، صنوكية تماما. حتى كلام أصناقي يتكلم به تماما، ونشوفه يسافر شو الرواقيش يعرفوه، لأنه يقبل عنده المعلومات ويسجل ويسمعني الأشرطة اللي مسجل. ومهم عنده تعلم اللغات، وهو شخصيا يتكلم 36 لغة. تعلمت من عنده الروسية، اللغة الروسية، تعلمت من عنده لغته هو الفنلندية، وعزز لي شوي مستواي في اللغة الإنجليزية، حقني إذا نتكلم بها غير اللي خاصني ولا مزت خاصني ولا يتم اللي خاص لعلم ما يوفى. عزز لي شوي فيها مستواي لأن عدت أحسن. اللغة الإنجليزية أنا عندي الإنجليزية والفنلندية والروسية. تعلمت أنا اللغة الهندية 2004، بدأتها شوية غير اجبرت لقاجي يقريني بصفة منتظمة إلا 2013. زميل عندي هندي ينقال له محمد مناف، هو اللي قراني اللغة الهندية وركز معي عليها. إني عدت أي أغنية سمعتها نفهمها كاملة، وأي فيلم شفته ما نحتاج نشوف ترجمة. أكثر الكلمات نفهمها وأكثر الجمل نفهمها ونقدر نتواصل بها وما إليه. إن كان ذاك يساعدني كفنان على إني لا وقفت في مدى خارج موريتانيا في أي دولة وجهه، أنا عندي اللسان اللي نقدر من خلاله نعبر عن الثقافة اللي جاي نقدم والرسالة اللي جاي نوجه، وهكذا. مازال على أني لهجاتنا الوطنية. أيضا عندي درك أستاذي قريني اللهجة الولفية، يعني كنت نحس عني عدت نتكلم بها نورمال، لكن إن شاء الله ننتقل لصورة البولارية. وما باش نقدي لاقت عني وطني ولا قلت عني موريتاني تعود عندها معنى، تعود جد على حق. أغنية تبدأ من مقام كر إلى لبتيت، ولين نحاول نختصر لك فيها. ميزة كر الحماس حقو جمعوا الأجناس، مكة موسى تماس، ونوفى الخماسي في السلم بالقياس. دو مي فا سول سي، دو مي فا سول سي دو، فاقوا مقام كبير بالتدوين وتشهير للثقافة، تعبير عن واقع قياسي مناسب للتطوير، نظام خماسي بالسلم بالتقرير. دو مي فا جيز سول سي، دو مي فا جيز سول سي دو. لقحال مقامي راعي لرشاد حق ودواعي، توجيه حسن المساعي عميق زاد حساسي. نظام سلم سباعي. دو ري مي فا سول لا سي، دو ري مي فا سول لا سي دو. لبيا ومقام يبين رسالة القيم في الفن، لبيا ومقام يبين رسالة القيم في الفن. عطوف حساسي ورزن مقام في الهول بقدو. نظام سلم معين، نظام سلم معين. دو ري مي سول لا دو، دو ري مي سول لا دو. لبتيت مقام جناسي عميق بالفن أساسي، لبتيت مقام جناسي عميق بالفن أساسي.
حزين 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 وصل قياسي، ختام للهول عنده نظام سلم خماسي، نظام سلم خماسي. دو ري مي صول لا دو، دو ري مي صول لا دو، دو ري مي صول لا دو، دو لا صول مي ري.